السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض بطاطا بالبشاميل. البشاميل اللي عملته النهارده بالنشا، ما عملتوش بالدقيق عشان بيبقى احلى واطعم بياما عن الدقيق. هنشوف مع بعض عملناها ازاي. احنا جبنا البطاطا وقشرناها وخرطناها دواير، وهنحط بين كل طبقه وطبقه سكر زي ما سلقناها قبل كده. ولعنا عليها وهنغطيها لحد ما تستوي. ودلوقتي هنعمل البشاميل، بس هنعمله بالنشا مش بالدقيق. انا جبت الحليب حطيته على النار، وحليب تاني في طبق حطيت 4 معالق نشا، ولو احتاج تاني هنضيف. لو لقينا خفيف ندوب شوية نشا في حليب ونحطهم. انا حاطه هنا باكو كريم شانتيه، وضفت السكر على الحليب. لازم تضيفي سكر. هنا ابتدى يغلي، هنضيفهم. احنا ضفنا السكر. طبعا تدوقي السكر بحيث ان انت تشوفي نسبة السكر اللي انت عايزاها يعني. وحطينا النشا وحطينا كريم شانتيه. هنفضل نقلب لحد ما نوصل للسمك بتاع البشاميل، او هي يعتبر زي مهلبية كده برضه. بعد ما هرسناها هتجيبي اي مكسرات، اي نوع مكسرات موجود عندك، وهتضيفيه عليها. انا كان عندي زبيب وسوداني وجوز الهند وقطعة زبدة، وهي سخنة كده، ونقلبها مع بعض. وزع عليها سمنة الاول بالفرشة كده، تدهنيها بالسمنة الاول. هنعمل ايه؟ هنجيب البشاميل اللي احنا عملناه بالنشا، وهنضيف عليه شوية فانيليا، وهنضيفه على البطاطا. بتكوني مولعة الفرن البوتاجاز عشان تدخليها. عندك قشطة اللي هو وش الحليب، لما تكوني شايلاه ولا حاجة حطي عليها من فوق. لو ما عندكيش كام قطعة زبدة كده ووزعيهم، بحيث ان هي تدي شكل حلو وطعم حلو من فوق. هنا بعد البطاطا ما استوت وخرجناها من الفرن، طبعا ما ينفعش نقطعها طول ما هي سخنه. بعد ما تبرد نقطعها قطع مربعات كده، او اي شكل انت بتحبيه.